حكايتنا مهما كانت بسيطة آثارها متسجل، مش مذكور في التاريخ، لكن في النهاية احنا بشر وحكاوينا أغلبها مكررة. لكن المهم الحكاية اللي هتختارها من كل الحكايات البسيطة دي. ويلا بينا نشوف وصلنا في حكايتنا لحد فين. ريكو، دي نفس الست الكبيرة اللي ادتنا المفتاح هناك. هي بتعمل ايه هنا في الزمن ده؟ الست فاطمة قالت لهم: الأول قبل ما أروي الحكاية تعالوا أستضيفكم في بيتي وتاخدوا واجب الضيافة. مع كل خطوة نور الطريق بيظهر صورة واضحة عنا وعن اختيارنا لحكايتنا. بس هل احنا قد مسؤولية الاختيار ده؟ كان يا مكان في نفس المكان، لكن في زمان غير الزمان. كل واحد ترك حكاية، وأجيال ورا أجيال بتختار تكمل الحكاية دي، لكن بطريقة الزمن اللي اتولدت فيه. كل خطوة هنا مش مجرد حكاية انتهت، ده طريق بياخدنا لجزء من الحقيقة. لكن قبل ما نبدأ الرحلة، لما تشوفوا الماضي وجها لوجه وتلمسوا المستقبل بإيدكم، هل هتعرفوا نفسكم ولا هتكونوا ضيعتوها؟ في نفس المكان، في أزمنة تتعانق كخيوط الحرير، بتحكي حكايات لا أول لها ولا آخر، ولكنها تركت كأثر مكتوب في صفحة واحدة. ودلوقتي منكم اللي مش هيفهم حكاوي عم حسن، لكن متأكد إن بينكم حد هيعيش جواها. بنميل دايما لدفى زمان، في لمتهم مع بعض، في بساطتهم، في فرحتهم بأقل حاجة. وقتها بنشوف الخير دايما زمان، والحقيقة إن المكان والزمن وجهان لعملة واحدة. الاختلاف في الروح اللي بتسيب بصمة وتحدد المكان بالزمن. الخير والشر من وقتهم لحد وقتنا هذا زي ما هو. الاختلاف الوحيد فينا إحنا اللي بنعطي روح للمكان ونسيب أثر طيب أو وحش بيحكي فيه الزمن عننا، أو حد يجي يكمل الأثر بتاعك سواء بالخير أو بالشر. ما إحنا بشر، وعملنا الصح والغلط منها متشابه ومكرر. لو ركزتم في الماضي هتلاقوه بسيط، لأنه كان شبه صحابه، مع إنه كان بالنسبة لهم صعب وفيه عيوب كتير وقتها. زينا دلوقتي شايفين إن التطور اللي إحنا فيه صعب ومحدش عمل زيه قبل كده، وتايهين وسط الحياة، مع إنها معادلة بسيطة منسوخة عبر الأجيال، أو بمعنى أصح بتتورث بنفس الأخطاء من جيل لجيل، لكنها في الآخر صورة واحدة تتكيف حسب استخدامنا ليها في كل زمن. من الكتابة لحد الحروب، اختلاف الشكل مش هيغير من وجودها مكرر ومستخدم في كل زمن. وكده خلصت حكايتنا النهاردة يا نور. انت عشتي جوه حكايات النهاردة لوحدك، لكن السؤال هنا: هل لقيتي كود الطريق ونور الحكاية بتاعتك؟ السلام عليكم.